عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كله يصلي على النبي ويدوس لايك في الفيديو ده مش توفير عادي، الفيديو ده وبدون مبالغه قنبله توفير هتدعي لي عليها العمر كله، مش شهر ولا 2 ولا 3. بصوا بقى عشان ما اطولش عليكم، انا يعني بناتي ربنا يحفظهم، عندي يارا ولودي وزي ولادنا، يعني لسه الشتاء ما دخلش. انا بناتي من اول اسبوع تعبوا فموضوع الكحه، وعندي يارا عندها حساسيه في الكحه، عندها صعبه جدا. انا يعني موضوع يارا السنه اللي فاتت جات لها موضوع الحساسيه وتعبت معايا جامد، بعيدا ان احنا كنا بنعيط على تعبها. تمام. كانت برضو الدنيا لسه ما غلتش جامد، وديتها للدكتور حرفيا بالعلاج 2000 جنيه. دلوقتي الكشف بتاع الدكتور عايز له قرض من البنك بتاع الدور البرد العادي، ودكاتره عاديه، مش هنقول ان احنا بنروح استشاريين ولا دكاتره في اماكن تانية، هي في نفس المكان بس بتكون بمبلغ وقدره، وداخل لسه علينا شتاء ودنيا. فهقول لك على حاجه تتجنبي بيها لو هم المناعه عندهم ضعيفه وحساسه، فهقول لك على حاجه تتجنبي بيها ان انت ايه، تروحي بيهم دكاتره كتير، وخصوصا ايه في ايام الشتاء والدراسه. هاتي اي حاجه اي حاجه، طبعا احنا كلنا بنكسل. هاتي اي مج عندك. طبعا في ناس اللي هي عندها الترمس ده، طبعا الترمس ده ممتاز، بس جيت اشتريه يا جماعه كان بمبلغ وقدره، واحنا بقى انشغلنا في الدنيا والتعليم والكلام ده كله، فالموضوع بقى ايه صعب جدا ان انا كل شويه اعمل سوائل. فالترمس ده بصراحه فكرته تحفه، شفته في محطه الرمل كان عامل 250، وشفته في الساعه ب 235. عايزه اقول لكم انا جايباه كان عليه عرض ب 175، واحد ليا واحد لاخت جوزي. تمام. بيبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بصوا اهو، سعة 500 ملي لتر. بصوا اهو. عايزه اقول لكم كنت عايزه اجيب ترمس بصراحه، بس ايه ده، ايه الاسعار بتاعت الترامس دي غاليه جدا، ومعاه 3 مجات يا جماعه. بصوا بقى، لو انت عندك حاجه زي كده زي الحاجات دي، اعملي كل صبح لولادك وشربيهم وحليها بعسل، اعمليها مره واحده. مكسله مش فاضيه بيذاكروا، طالما هم قاعدين المج ده يبقى جنبهم على الترابيزه، وهم نازلين الصبح ياخدوا منه كوبايه، وهم بيذاكروا كوبايه، وقبل ما بيناموا كمان كوبايه. تمام. ايه اللي هنعمل فيه؟ اي مج زي كده عشان بيستحمل، ده مكتوب عليه ان هو بيستحمل من 8 ل 12 ساعه، بيحتفظ بالحراره. انا كل اللي عايزاهم 6 ساعات، مش عايزه اكتر من كده. تمام. فحلو بيحتفظ بالحراره وزي الفل، زي ما قلت لكم كان ب 250 225، انا جايباه ب 175. تمام. بيجي في علبه شيك كده، بصوا الجمال. وهو فيه 3 مجات، وانا بناتي 3 ربنا يحفظهم. حلو زي الفل ولذيذ. وشفنا المج. تمام. اي ترمس عندك يا جماعه، اي حد عنده حاجه حراريه زي كده بتعمليها مره واحده، عشان عارفه الامهات مش بتكسل، الامهات من كتر الضغط اللي عليها الله يعينها بتنسى. دلوقتي معانا تقييمات ومعانا دنيا بنجري ورا، يعني ورا الوقت ومش محصلين، فحاجه زي كده بتبقى حلوه وعمليه جدا، سواء كبيره صغيره باي شكل. تمام. انا زي ما قلت لكم كنت عايزه اجيب ترمس وكان غالي جدا. بعمل ايه بقى؟ تعالوا اوريكم بعمل. شايفين الحاجات دي؟ اول حاجه بتروحي مكان عطاره نضيف زي بيت الجمله. انا بروح مش بيت الجمله، اي سوبر ماركت، عطاره في سوبر ماركت، بيت الجمله، فتح الله، جمله ماركت، اي مكان نضيف بتاع عطاره. انا جايبه من فتح الله، من جمله ماركت، هما كلهم سلسله واحده يا جماعه. المهم ما تجيبيش من عطار الحاجه تكون مكشوفه عنده مليانه تراب. تمام. اي مكان نضيف فيه عطاره، سواء داخل سوبر ماركت كبير او مكان عادي، بس اهم حاجه يكون نضيف، وحطي تحت نضيف 100 خط. بصوا بقى بعمل ايه. شايفين ده ورق جوافه دول يا جماعه، هو الكيلو ب 80، دول ب 5 جنيه 75 قرش، دول ب 6 جنيه الا ربع. اهو بجيب ورق جوافه، بجيب زي ما انتم شايفين. يا لهوي سوري يا جماعه، التليو ب 1600 جنيه ليه؟ بصوا ب 1600 جنيه الكيلو، ربنا يرحمنا برحمته. انا جايبه شويه ب 28 جنيه، دول ب 28 جنيه. طبعا كلنا عارفين ان التليو معظم ادويه الكحه اللي هي بتكون بالاعشاب الاساسي فيها التليو ورق الجوافه، فهو ب 28. تعالوا شوفوا بقى دلوقتي ازازه الدواء عامله كام. وعايزه اقول لكم معظم ادويه الدواء بتاع البرد والكحه بتعمل ارتخاء كده، بتخلي الاولاد او احنا الكبار بناخدها نبقى عايزين ننام. فالحاجات الطبيعيه اللي زي كده زي الفل، دول ب 28 جنيه حتى لو هم غاليين يا جماعه، ودول مش مكملين 6 جنيه. بصوا اهو، جبنا تليو، جبنا ورق جوافه، وبجيب كمان زي ما انتم شايفين كده ينسون، دول ب 14 جنيه 75 قرش. ليه بقول لكم هاتوا من مكان نضيف؟ لان العطاره اهم حاجه، الحاجات دي بتكون بره مش نضيفه، مليانه تراب ومليانه حاجات. لكن بص الفرق ما بين العطاره بتاعه السوبر ماركت او عطار يكون نضيف زي كده، وما بين الحاجات اللي بره زي كده بتكون مليانه تراب وحاجات، بصوا بتحسوا فيها زلط من جوه مش تراب.
ف زي ما قلت لكم لازم المكان يكون نضيف. وده قرنفل، دول بكام؟ دول ب 11 جنيه. وده شمر. وبجيب كراويه عليهم، بجيب الحاجات دي في برطمان نضيف، ولما باخد منها بغسلها يا جماعه. يعني ايه، باخد شويه بغسلهم في كوبايه واصفيهم واحطهم في الميه، عشان برضو اتجنب اي اتربه او اي حاجه او تراب تكون موجوده في الاعشاب دي. ولازم زي ما قلت نجيبها من مكان نضيف ونستخدمها زي كده الاول. حبايبي بنجيب برطمان نضيف ازاز او حافظه، بس اهم حاجه تكون نضيفه، وممكن تفضي فيها كل الحاجات دي وتعملي لهم يعني ايه كأنها خلطة اعشاب. تخلطيهم مع بعض، تمكسيهم كده وتقلبيهم بالمعلقة على الناشف في علبة محكمة. وزي كده باخد منها اي حلة نظيفة او اي كزرولة او اي كنكة كبيرة. بحط فيها المية. اول ما بتغلي المية يا جماعة بطفي عليها النار، وبعدين بحط معلقتين من الاعشاب دي او 3 على حسب كمية المية واغطيها. يعني ما سيبش الاعشاب دي تغلي، ولا ان انا هحطها واسيب الحاجة اللي انا بغلي فيها الاعشاب دي مكشوفة، لا ابدا. المية تسخن يا جماعة، بعدين ننزل فيها الاعشاب، بعدين نغطيها كويس جدا ونسيبها بقى يعني 5 دقايق 7 دقايق. وبعدين بكشفها واصفيها واحليها بعسل ابيض، عسل نحل او اللي هو العسل الابيض. وبعدين بقى اصفيها واحطها في الترمس ده واسيبها بقى الصبح هما نازلين ياخدوا كل واحدة فنجان. الشمر مع اليانسون مع الكراوية هيكون الميكس بتاعهم لطيف، يعني اعشاب، مش هيكون ان هو يضايقهم ولا طعمه غريب او طعمه مش حلو، لا لا، هتبقى لذيذة قوي. وكمان تحليتها بالعسل الابيض هتبقى جميلة ومغذية ومفيدة بشكل لا تتخيل. عملية جدا يا جماعة ومش مكلفة. 8 ازازتين دواء الاولاد بياخدوهم، مش بيعملوا حاجة. الادوية يا جماعة بتخلي المناعة تضعف اكتر ما مناعة ولادنا ضعيفة. وكمان الادوية غالية، ومفيش ادوية ملهاش اثار جانبية. حتى ادوية البرد وادوية الكحة البسيطة بيكون الاثار الجانبية بتاعتهم عالية وبتضعف المناعة بتاعت الاولاد. واولادنا مش محتاجين، واولياء الامور الله يعينهم مش محتاجين خالص. فموضوع الدراسة والمصاريف والفلوس، فاي ترمس يا جماعة عندك اغسليه وكل يوم زي كده. الاعشاب دي حلوة جدا جدا، بتدي طاقة، مفيدة للذاكرة، بتقوي المناعة، بتأخر حدوث أدوار البرد لو هم مناعتهم ضعيفة وحساسين من أي تغيرات في الجو. الموضوع ده مفيد جدا جدا. لو عجبكم الفيديو هنزل لكم أفكار زي كده كتير قوي، نحاول نحسن بيها مناعة ولادنا على قد ما نقدر، على قد ايدينا وفي قدر المستطاع. بس حاجات بسيطة بس هتفرق في مناعتهم وصحتهم جامد قوي. في شوية افكار حلوين، لو عايزيني اعمل لهم فيديوهات تكتبوا لي تحت في الكومنتات. واشوفكم بقى على خير في فيديوهات تانية كتيرة. مع السلامة. شير ولايك بقى لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتصبحوا على خير.